أهلا بكم في قناة أميرة الديكور. كما عودتكم دائما على البحث عن الجمال في كل ركن، اخترت لكم اليوم تشكيلة من أرقى الأفكار لديكورات حلويات السابلي وموديلات أخرى. هي تغذية بصرية اخترتها لكم بعناية لتكون ملهمة لكل سيدة تحب التمييز في مناسباتها وفي العيد. تعالوا نكتشف معا أرقى التنسيقات العالمية التي تزاوج بين بساطة الشكل وفخامة التقديم. تأملوا معي في هذا التناسق في الألوان. اختيار الورود الرقيقة أو الخطوط الذهبية في التزيين هو ما يعطي لحبة الحلوى قيمة فنية في عالم الديكور. دائما نقول بأن التفاصيل الصغيرة هي اللي تصنع الفرق. الهدف من عرض هذه التنسيقات هو فتح آفاق جديدة ليك باش تبدعي في مطبخك وتخرجي أحلى ما عندك بلمسة عصرية وراقية. لاحظوا معي هذا التوجه الجديد في تزيين الحلويات، ولينا نميل للألوان الهادئة مثل الباستيل والورد البارد التي تعطي إحساس بالراحة والرقي. كما رانا نشوف في هذه الصور، التزيين بالورود الطبيعية وعجينة السكر الرقيقة راه داير حالة في الموائد العالمية. السر ماشي في كثرة الزواق بل في البساطة وتناسق الألوان مع الصح اللي تقدمي فيه. تذكروا دايما باللي حبة الصابلي هي ديكور في حد ذاتها، وكل ما كانت مخدومة بفينيسيو متقونة كل ما زاد شانها. ركزوا في هذه التفاصيل الصغيرة وحاولوا تقتبسوا منها وش يخرج على ذوقكم الخاص، لأن الهدف هو أننا نصنع جمال يليق بنا وببيوتنا وبلمتنا. لأنكم تستحقون الأفضل، جمعت لكم أرقى تنسيقات الحلويات لتكون مصدر إلهام لمناسباتكم. ليس كل اختيار سهلا، لكن الجمال يستحق البحث. تشكيلة ملهمة لديكورات السابلي. كانت هذه جولة سريعة بين أرقى ديكورات الحلويات التي أعجبتني وأردت مشاركتها معكم. أتمنى أن تكون هذه الأفكار قد نالت إعجابكم وأعطتكم إلهاما لمائدتكم القادمة. شكرا لكل الأوفياء على المتابعة وعلى تعليقاتكم الراقية التي تشجعني دائما على البحث عن الأفضل. نلتقي في الفيديو القادم بإذن الله. في أمان الله، إلى اللقاء.